التفكير زاد، دماغي هتفرقع. وده مش حالي، ده بقى حال الشباب كلهم الايام دي. من كتر التفكير بقينا مش عارفين ننام. التفكير بيجيلنا في نص الليل وقبل ما ننام وعلى مدار ال 24 ساعة عمالين نفكر في مستقبلنا. عايزين ان احنا نبني حاجة كبيرة في مستقبلنا، عايزين نحقق احلامنا، عايزين نحقق اهدافنا، عايزين نحب ونتحب زي ما بنشوف في السينما والافلام. ما احنا برضو بشر بني ادمين زيهم، عندنا قلوب وعندنا مشاعر. عايزين نحب ونتحب وعايزين نجدد مشاعرنا وعايزين نعيش ايام جميلة، وفي نفس الوقت عايزين نبني مستقبل، عايزين نطور من نفسينا، عايزين نبني لجسمنا صحة، وعايزين نبني لجسمنا فورمة نبقى فرحانين ومبهورين بنفسينا. في نفس الوقت ان احنا عايزين ندرس حاجات كتير، عمالين ندرس حاجات كتير ملهاش علاقة ببعض في نفس الوقت وفي نفس كل حاجة، وده كله ملهوش علاقة ببعض. ومن كتر التفكير بقينا احنا عاجزين عن ان احنا نحقق في اي حاجة او نحقق احلامنا او نمشي في مسار واضح نوصل ليه فيه لنهايته علشان نحقق فيه انجاز ولا نعمل فيه اي حاجة. من كتر التشتت. ولما بنيجي نقعد مع حد اكبر مننا علشان يدينا نصيحة ولا علشان يقول لنا على معلومة ممكن تفرق معانا، ممكن تغير حياتنا، بيبص لنا ببصة استحقار على اننا ان احنا جيل متدلع، جيل فاشل، جيل ان هو مش عارف ان هو يستغل وقته ولا يتعلم ولا اي حاجة. مع اننا في الحقيقة احنا جيل مش متدلع ولا جيل فاشل. المشكلة ان الاكبر مننا كان في زمن تاني واحنا في زمن تاني. زمان ما كانش فيه تشتت، زمان كان عندهم الادمان عبارة عن مخدرات وبس. احنا دلوقتي بقى عندنا الادمان عبارة عن حاجات كتير. الادمان بقى السوشيال ميديا، الادمان بقى النت، الادمان بقى الاغاني، الادمان بقى التلفون ذات نفسه بقى ادمان. حاجات كتيرة بقت في حياتنا بقت ادمان. شركات التكنولوجي الكبيرة بقت بتتحارب على ان هي تستغل وقتنا في صناعة الابليكيشنز اللي احنا عاملين نستخدمها في حياتنا علشان تسرق من وقتنا. الشركات الكبيرة بقت بتحارب على ان هي تسرق انتباهنا وتقلل من تركيزنا في الابليكيشنز والحاجات اللي هم بيعملوها. ومن رغم ده كله واحنا في تشتت، بقينا احنا مش عارفين ندرس ايه ولا نتعلم ايه ولا ازاي نبني مستقبل ولا ازاي نحقق احلامنا ولا ازاي نحقق اهدافنا ولا ازاي يبقى عندنا هدف واحد واضح اللي احنا نمشي فيه ولا نمشي في طريق معين محدد علشان نوصل فيه لحاجة. بقينا مش عارفين نعمل ده كله اصلا، متشتتين في حياتنا وعندنا تفكير زيادة عن حده صدعنا منه. بقينا خلاص مش طايقين نفسينا، اتخنقنا من نفسينا من كتر التفكير اللي جوانا. هتقولي طب وانت بتعمل الفيديو ده كله علشان يعني تفكرنا وتندمنا على حياتنا وعلى العيشة؟ طب احنا عارفين ده كله واحنا حاسين باللي انت بتقوله، بس ادينا ساكتين وادينا مكملين حياتنا. يعني مش انت لوحدك اللي تعبان، كلنا تعبانين، بس هنعمل ايه؟ اقول لك انا مش جاي اعمل الفيديو ده علشان اندمك على حياتك ولا افكرك بالهم والغم ده كله. انا جاي اعمل الفيديو ده بس علشان افكرك بحاجة، اللي انت محتاج تبدأ تركز على حياتك، على اتفه واصغر الاشياء الموجودة في حياتك. هتقولي هو في ايه في حياتي ان انا ابص فيه ولا اركز فيه؟ اي حياتي فيها ايه اصلا؟ ده حياتي عبارة عن فشل في فشل، وانا محققتش فيها انجاز، وانا مش عارف ابني فيها اي حاجة انا عن نفسي ابقى فخور ولا فرحان بيها. اقول لك مش ده قصدي. قصدي بانك انت تبدأ تبص على اتفه واصغر الحاجات اللي موجودة في حياتك. كمثال، في يوم من الايام او دلوقتي مثلا، ابناء غزة واطفال غزة حلمهم ان هم يناموا وهم مطمنين ومش خايفين بان في حرب هتقوم، ان هم يناموا ومش خايفين ويكونوا مطمنين ان مفيش حد في وسطيهم هيموت على فجأة، ولا مش هيفقدوا حد. او هم يناموا ويصحوا ويلاقوا اكل وشرب، ايا كان ايه هو الاكل والشرب. ابسط الاشياء كانوا بيتمنوها وحلم ليهم. انت الحاجات دي موجودة عندك وعندك اكتر منها كمان، من رغم بانك انت مطلبتهاش من ربنا، بس ربنا كرمك بيها واداها لك واداك اكتر منها كمان. وانت عارف قصد كويس، اداك اكتر منها مما تتخيل. بس انت محتاج تبص في حياتك، محتاج تبص على حياتك. وعايز افكرك بحاجة، ربنا ادالك في حياتك واداك نعم انت ما طلبتهاش. هل تفتكر النعم اللي انت طلبتها من ربنا هيكون نسيها او ربنا ما يحققهاش؟ على ما اظن لا. انت محتاج بس تعرف معنى كلمة الله ومعنى كلمة ان الله على كل شيء قدير. محتاج تفهم
ان ربنا قادر يحقق ليك المعجزات. محتاج انك انت تتوكل على ربنا، محتاج انك انت تفهم اسماء الله الحسنى، محتاج بانك انت تتدبر في القرآن، محتاج بانك انت تتوكل على الله وترمي همك وغمك لربنا. انا مش شيخ علشان اقول لك الكلام ده، ولا فيلسوف ولا اي حاجة، بس محتاج ان انا اقول لك بس كلمتين. احنا في اول وفي الاخر هنعيش يومين، نعيش يومين ونخرج من اليومين دول واحنا مش عندنا تفكير زايد، واحنا يعني بص، بمعنى صح، عيش يومينك من غير صداع. التفكير الزيادة عن اللزوم ده هيصدعك، هيخليك تبقى انت عايش حياتك كلها في قلق وتوتر، خايف من بكرة، متوتر من بكرة، مش ضامن بكرة، مش متوكل على ربنا، دايما شايل الهم والغم، دايما حزين على عمرك، دايما مش سعيد، دايما متوتر، دايما حاجات كتيرة وحشة بتحس بيها وهتقابلها وبتتوقعها وهتشوفها بسبب انك انت بتتوقعها. فانت في الاول في الاخر هتعيش يومين، عيش يومينك وانت بتقلل فيهم، يعني عيش يومينك وانت بتريح فيهم نفسك، ما تتعبش نفسك اكتر من اللزوم. كفاية ان الدنيا جاية عليك، كفاية ان الظروف حط عليك، فانت ما تحطش على نفسك وتزود على نفسك هم وغم اكتر من اللي انت محطوط فيه. هون على نفسك شوية وابدأ افهم قدرات ربنا كويس. ونهاية الفيديو عايز اقول بس كلمة واحدة في نهاية الفيديو، ان ربنا كرمك بحاجات انت مطلبتهاش، فالحاجات اللي انت هتطلبها من ربنا، ربنا مش هينساها وهيحققها لك، بس كل حاجة في وقتها. دي اول حاجة. وتاني حاجة، كلمة انا عاوز اقولها، يا رب احنا جيل اتولد في زمن مليان بتشتت ومليان حاجات كتير، احنا بقينا مش عارفين ان احنا نستغل وقتنا، ولا ازاي نطور من نفسينا، ولا ازاي ان احنا نعيش مستقبل زي اللي احنا بنحلم بيه وبنتمناه، ولا ازاي ان احنا نحب ونتحب زي ما بنشوف في السينما، ولا ازاي. بس يا رب كل اللي احنا طالبينه منك يا رب، بانك انت تكبر بخاطرنا في حياتنا وفي دنيتنا، وتكبر بخاطرنا في اخرتنا. احنا يا رب طمعانين في كرمك ومحتاجين بانك انت تكرمنا في دنيتنا وفي اخرتنا. في دنيتنا تكرمنا باحلامنا واهدافنا اللي احنا بنحلم بيها، واكتر من كده كمان، انت القادر على كل شيء. وفي اخرتنا بانك انت يا رب العالمين تكرمنا بجنة الفردوس الاعلى. وبس كده، وربنا يكرم الجميع ويوفق الجميع. سلام.